هتصدقيني لو قلتلك ان بعد الاكله دي انت هتعتمديها في اي يوم انت مش عارفه تطبخي ايه، وهتطلع تحفه تحفه تحفه. تعالوا يلا نبدا الفيديو. في الطاسه بتاعتنا هننزل بمكعب من الزبده، وهننزل عليهم بشويه زيت، وهننزل ببصلايه متوسطه عليهم تاخد اللون الذهبي، وهننزل بحبايتين من البطاطس متقطعين مكعبات وهنشوحهم في الطاسة، وهننزل عليهم بمعلقة من الملح، ومعلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ومعلقة صغيرة من الكزبرة، ومعلقة صغيرة من الكمون، ونص معلقة صغيرة من الشطة. وهنقلبهم كويس جدا مع بعض يتشوحوا كده وريحة التوابل تطلع، وهننزل عليهم بعصير من الطماطم، وهنسيبهم يتسبكوا شوية مع بعض. وتعالوا هننزل بالبيض بتاعنا. الوصفة دي انا كنت بعملها من وانا في ابتدائي، والله دي الاكلة المفضلة عند بابا. يعني في نص الاسبوع كان لازم يقولي اعملي لنا الاكلة دي، بس كانت بتبقى من غير البيض. نزلنا بالبيض بتاعنا كده، ونزلنا بشوية خضرة بقدونس وشبت، وسبناهم يستوي كده مع بعض والبيض يستوي. وهننزل عليهم بشوية جبنة موتزاريلا. الجبنة الموتزاريلا دي طبعا اختياري، تحطيها او ما تحطيهاش، بس بصراحة بتنقل الوصفة في حتة تانية خالص. وزي ما انتوا شايفين احنا سيبناها 5 دقايق بس كده، الجبنة ساحت. وتعالوا بقى ندوق مع بعض بجد ألذ وجبة غداء ممكن تعمليها، وهتبهر اي حد هيدوقها بجد. وبس كده، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتعملي فولو للبيج لو عايزة تشوفيني تاني. باي باي.